السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي في مطبخ حبيبة للأكلات والحلويات. النهاردة فيديو مختلف خالص. النهاردة مش هعمل أكل، تمام، ولكن أنا هوريكم الحاجات المفرزاها عندي في الفريزر. هوريها لكم كلها، أنا طلعتها لكم كلها عشان أوريها لكم، تمام. نبدأ بقى أوريها لكم، بس أولا قبل ما نبدأ ما تنسوش في اللايك والشير وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وشجعوني كده عشان يا رب يا رب اوصل حتى 1000 مشترك، تمام. نبدا بقى اوريكم الاول. اول حاجه دلوقتي دي فاصوليا، تمام، باينه، انا عايزاها تبان اهي، بينها دي فاصوليا خضراء. الفاصوليا الخضراء ديت طبعا في ناس كتير بتعملها بطرق مختلفه وفي الاخر برضو بتفشل. بمعنى ايه؟ بتفشل بمعنى ان هي لا اما تجلد لا اما تطرى، لا تمام. انما بجد والله انا عاملاها بالامانه. بصوا يعني عاملاها بقالها فتره، بصوا جمالها وبصوا لونها اخضر ازاي، تمام. دي عاملاها ايه؟ انا قطعتها وغسلتها كويس جدا، وبعد ما قطعتها وغسلتها كويس جدا حطيتها في الكيس وشلتها في الفريزر زي ما هي، لا اديتها نص سلقه ولا حطيت لها خل ولا الكلام ده خالص، زي ما هي. بصوا لونها وخضرها. انا عايزه اوريها لكم كويس عشان بس متلجه، والله جميله جدا، وبعملها اكني لسه جايباها صبحه من السوق. دي الفاصوليا. ندخل بقى على تاني حاجه، دي ويكا ناشفه. في ناس ما تعرفش يعني ايه ويكا ناشفه. الويكا الناشفه يا جماعه دي بجيب الويكا اللي هي الخضراء، الباميه، بجيب الباميه الخضراء اللي هي الكبيره، مش اللي هي الصغيره، لا الكبيره. الصغيره دي بتبقى اسمها باميه، انما الكبيره اللي حجمها كبير بتبقى ويكا. دي بجيبها وبقطعها حلقات صغيره وبفردها في الشمس، بفردها على حاجه في الشمس، بتفضل في الشمس حوالي يوم لغايه ما تنشف، حوالي يوم، تمام، يوم كامل في الشمس لغايه، وكل شويه تقلبيها طبعا عشان خاطر تجيب اللي تحت فوق واللي فوق تحت. وبعد ما تنشف خالص تلاقيها نشفت خالص، بتضربيها في الكبه بتاعه الخلاط وبتبقى كده، وبتعمليها بتبقى ملهاش حل. وطبعا طريقه العمل انا هبقى اعملها قدامكم عملي واوريكم بتتعمل ازاي. يعني طبعا قلنا خلاص نشفناها، قطعناها، غسلناها الاول كويس وبعد كده قطعناها وبعد كده فردناها في الشمس، ولما نشفت ضربناها في الكبه بالمنظر ده. وفي كمان ملحوظه، اوعي تضربيها قوي عشان ما تبصش وانت بتعمليها، تبص تلاقيها تخنت قوي، سمكها بقى وحش، لا لازم تسيبيها شويه، يعني مش لدرجه اهي. بصوا شايفين عامله ازاي؟ شايفينها؟ هو الضربه كده يا دوبك ايه، يا دوبك ضربتين بس كده في الكبه، تمام. ده كده خلاص خلصنا كده من الوكا. انا كده عامله هوريكم الباميه والوكا كلها. دي اول حاجه قلنا خلاص الفاصوليا خلصناها وخلصنا كده الوكا نشف. ندخل على ايه؟ على البسله. بصوا يا جماعه انا مفرزه بسله، انا عن نفسي بحب البسله جدا. انا مطلعه لكم البسله اللي عندي في الفريزر كلها اهي، تمام. برده البسله نفس الحكايه، بفصصها كويس وبقطعها، ما بديهاش نص سلقه ولا الكلام ده خالص، بشيلها زي ما هي والجزر، تمام، زي ما هي. وبصوا لونها، بصوا جمالها، بصوا والله اكني لسه شارياها. بس في ملحوظه كمان، دي عشان بالامانه لما تيجوا بتعملوها الاول بتغسلوها، بتنزلوا التلج اللي عليها، لان التلج برضو بيبقى ليه ايه ريحه طبعا، عشان طبعا بطبيعه التخزين فالتلج بيبقى ريحه، فانت تغسلوها الاول في طبق او في المصفى وبعد كده حطوها على الصلصه لما تيجوا تعملوها. يبقى كده خلصنا من دول، كده خلصنا البسله. وطبعا ناس كتير عشاق البسله. ندخل بقى على ثالث حاجه اللي هي الويكا الخضراء. انا طبعا الاول وريتكم الويكا الناشفه، دي بقى الويكا الخضراء. ايه الويكا الخضراء دي؟ الباميه اللي هي الكبيره. بصوا بقطعها دي حلقات وبشيلها في اكياس وبحطها في الفريزر وبطلع الكيس على قد المره اللي انا هعملها، تمام. دي بقى هي دي زي ديت، بس ايه الفرق بقى؟ ان ديت انا قطعتها حلقات وشيلتها فرزتها، انما ديت قطعتها حلقات وسبتها في الشمس نشفتها وبعد كده ضربتها في الكبه وبقت ويكا ناشفه. كده دي ويكا ناشفه ودي ويكا خضراء. والويكا الخضراء انا هبقى اقول لكم برده طريقه عمايلها برده، عشان في فرق برده شويه بينها وبين الويكا الناشفه في العمايل، تمام. بس بجد والله بجد بالامانه الاثنين في منتهى الجمال. كده خلاص خلصنا دول كده الويكا الخضراء، تمام. ندخل بقى انا كده ايه مفرزه بطاطس.
بصوا يا جماعه البطاطس اللي انا مفرزاها، البطاطس دي انا طبعا جايبه بطاطس من السوق ومقطعاها، ودي بقى مديها نص تحميره، لان ما ينفعش تتشال زي ما هي، لان طبعا بطبيعه النشا اللي عليها لو اتساب زي ما هي هتسود وهتبوظ وحاجه تانية. انما ديت انا جايباها مقطعاها وغسلتها كويس، وبعد كده حمرتها يا دوبك نص تحميره، وبعد كده رحت حطاها في اكياس بالطريقه دي كده، بشيلها في الفريزر. ادي كده انا مطلعت لكم البطاطس اللي عندي كلها برده اهي كده. دي بقى نيجي بقى لايه، لخامس حاجه كده، الباميه. الباميه الخضراء، احنا هنا برضو عندنا من عشاق الباميه الخضراء. بصوا انا جبت الباميه الخضراء طبعا اهي من السوق، وجبتها وغسلتها كويس ونضفتها وقطعتها وفرستها. تمام. هي طبعا ايه باين ايه التلج اهو، بس بالكيس كتيره اهو. تمام. بص عشان متلجه. بص اللي ورا ده كل الكميه دي كده كلها الباميه. تمام. انا بخزنها باميه كتير عشان احنا بنحب الباميه جدا. الباميه بانواعها، سواء الباميه الخضراء اهي، يعني كويس كيس شويه الثلج دايب منه اهي. تمام اهي عشان اعرف اوريها لكم. دي الباميه الخضراء. تمام. يبقى انا كده وريتكم كده كل الحاجات اللي انا مفرزاها عندي، وطبعا كل ما اجي استخدم حاجه، كل ما اجي اعمل حاجه منهم طبعا هصورها لكم واوريها لكم. دلوقتي انا كده وريتكم الفاصوليا. تمام. ووريتكم الويكه الناشفه وقلت لكم بتتعمل ازاي، والبسله برده قلت لكم بتتعمل ازاي، والويكه الخضراء برده قلت لكم بتتعمل ازاي، والبطاطس برده بتتعمل ازاي، والباميه الخضراء برده قلت لكم بتتعمل ازاي. تمام. قلت لكم انا بغسلها وبقرنها وبشيلها زي ما هي، برده ما بدهاش برده غلوه ولا الكلام ده، زي ما هي. تمام. يعني الحاجه الوحيده بس اللي هي بعملها بزود فيها حاجه هي البطاطس. البطاطس بس هي اللي ايه، اللي بديها نص تحميره، عشان طبعا لازم النشا اللي عليها ينزل. وده فيديو مختلف خالص، وانا كنت بس حبيت اوريكم بس الحاجات اللي عندي في الفريزر. تمام. وكل بس كل اللي انا عايزاه كده منكم بس تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، عشان بس تقفوا معايا ان اوصل بس 1000 مشترك. وبجد بجد انا يعني سعيده جدا جدا بيكوا يا احلى متابعين في الدنيا كلها. باي.